تصريح خطير جدا من بوحنيكا في أول ظهور لها بعد ساعات قليلة جدا من مباراة العمر بين المنتخب الجزائري والمنتخب النمسا، هي نهائي قبل أوانها. لكن قبل أن نبدأ في سرد المزيد حول هذا الخبر الحصري ونعلم تفاصيلها، إذا كنت ترى بأن المنتخب الجزائري يستاهل يكون في الدور 32 ضع لايك للفيديو لكي ينتشر، وإذا كنت ترى بأن الجزائر ومنتخبها ضعيف جدا فضع ديسلايك لهذا الفيديو لكي لا ينتشر. في شد وجذب داخل بلاطوات جزائرية، علي بنشيخ بوحنيكا المعروف دائما بأن تحليلاته الغبية جدا. قال محللون بأنهم الآن يتوسلون ويطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يفوزوا على النمسا، فإذا خسرت الجزائر فباي باي المونديال، إذا تعادلت الجزائر فلديها حظوظ قليلة جدا لكي تذهب إلى الدور الثاني، إذا فازت الأردن على الأرجنتين فالأردن لديها حظوظ لكي تذهب إلى الدور الثاني، أما النمسا فلديها نقطة واحدة، إذا لديها 4 نقاط فوز 3 نقاط فوز على الأردن وخسارة أمام الأرجنتين، فالنمسا والأردن والجزائر كلاهما في خط واحد، كلاهما يريد الفوز. إذا فازت الأردن فلديها حظوظ كبيرة لكي تصعد كأفضل ثالثة.